ويا مساء الفل. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة من وصفات المطبخ السوري، هي الكبة المقلية. يعني القرمشة المظبوطة ومن غير ما نحتاج لمكنة تفرم وتنعم العجين بطريقة تحفة. تعالى كده نفتحها ونشوفها من جوه عاملة ازاي. العجينة مظبوطة قوي، الحشو مظبوط جدا، ما فيهوش ولا كلمة. حاجة كده لو جربتوها هتعجبكم جدا. تعالوا كده مع بعض نقول المكونات عبارة عن ايه. معانا برغل، معانا دقيق ونشا وبصل مفروم، فلفل اسود، زيت، بابريكا، ملح، ومية مغلية. تعالوا يلا نبتدي ونقول بسم الله. هنبتدي نجيب بولة فاضية وهننزل بكوبايتين برغل ناعم، برغل ناعم فاتح، وابتدي انزل عليهم بكوبايتين ونص مية مغلية. تمام. اهم حاجة تكون مية مغلية مش سخنة. وابتدي اقلبهم حلو جدا لحد ما احس ان البرغل كله اتشرب من المية. واحنا شغالين دلوقتي كده عايزين نركز في حجمه وشكله. وبعد شوية كده هوريكم ايه الفرق بين دلوقتي وبعد كده. هنبتدي نغطيها بستريتش زي ما احنا شايفين كده، وابتدي اسيبها ساعة كاملة لحد ما المية كلها تتشرب. تمام. بعد ساعة نبتدي نشتغل. نبتدي نجهز الحشو اللي هي عبارة عن ايه: بصل، ملح، فلفل اسود، جوز الطيب، ونص كيلو لحمة مفرومة. نبتدي نجيب طاسة على النار ونحط فيها قطعة زبدة وشوية زيت صغيرين، ونبتدي ننزل بالبصل معانا. البصل معانا متقطع ناعم، وابتدي اقلب فيها حلو قوي لحد ما يدبل، ما ياخدش لون خالص. تمام. وبعدها على طول اول ما يدبل هبتدي انزل باللحمه، نديها تقليبه كده حلوه. وبعدها على طول نبتدي نبهر. بهارات معانا عباره عن ملح، فلفل اسود، جوز الطيب، شويه قرفه صغيرين ده اختياري، وشويه بهارات لحمه. بهارات اللحمه والقرفه اختياري بس بيدي طعم تحفه. بهارات اللحمه اللي هي عباره عن السبع بهارات. تمام. وابتدي اقلب فيها لحد لما اللحمه معانا تستوي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبعدها على طول نطفي النار، وبعد ما تهدى شويه نبتدي ننزل بشويه المكسرات اللي عندنا. المكسرات عباره عن ايه: انا معايا لوز، بندق، شويه سوداني. المفروض يتحط فيها عين جمل، يعني اي مكسرات عندك تمشي الحال. وابتدي اعبيها في بوله لوحدها كده بره، وتكون معانا بالشكل ده. كده الساعة عدت، وتعالوا كده نفتح عليها ونشوفها. شايفين الحجم اختلف ازاي؟ الحباية بدأت تفتح واستوت وبقت زي الفل معانا. نفشت كده زي ما احنا شايفين، الكمية واللون اتغيروا. يلا بينا نبهر العجينة اللي معانا. نحط ملح، رشة فلفل اسود، رشة بابريكا، وحسيت ان هي هتبقى شوية زودت شوية كمان صغيرين. وهنحط بصل. لو مش حابين بصل فريش كده ممكن تحطوا بصل بودر، هو الأحسن هيبقى بصل بودر. هقول لكم ليه دلوقتي. بعدها على طول نص كوباية دقيق ومعاها معلقتين صغيرين نشا عشان يدينا القرمشة الحلوة. تمام. ونقلب الكلام ده كله كويس جدا مع بعض. حاسة ان المكان ضيق شوية، هنبتدي نجيب بولة اوسع شوية عشان نعرف نقلب حلو قوي. ننزل بالكمية كلها.
زي ما احنا شايفين كده. الزيت مش هحطه دلوقتي. اول العجينه ما تظبط معايا هبتدي انزل بكميه الزيت اللي احنا قلنا عليها اللي هي ربع كوبايه. تمام. ولو العجينه ناعمه قوي في ايدينا نبتدي ننزل بشويه دقيق، لو لقيناها ناشفه قوي نبتدي ننزل بشويه ميه صغيرين. دي في ايدك ودي في ايدك. تمام كده العجينه ظبطت معانا وبقت زي الفل زي ما احنا شايفينها كده. حابين ان انتوا تسيبيها ترتاح شويه كده. تمام. حابه تشتغلي فيها على طول زي ما انا هعمل، يلا بينا. دي الحشوه معانا ودي العجينه. هنبتدي نجيب صينيه وعليها بلاستيك زي ما احنا شايفين كده. تمام. بنسيبها على جنب لحد ما نبتدي ناخد قطعه عجين. اول حاجه نعمل ايدينا بالزيت كده زي ما احنا شايفين، وبعد كده ناخد قطعه عجين يعني قد البيضه كده او اقل شويه زي ما احنا شايفينها كده. وبصبعي احاول ان انا اعمل زي فتحه كده من النص، عارفين زي نظام الجيب كده. واحنا بنضغط كده نحاول ان احنا يعني لا تبقى رفيعه ولا تبقى تخينه، ونبتدي نحشيها بالشكل ده. ويلا بينا نقفل من فوق ونعملها على شكل بيضاوي كده، ونسحبها من على الحراف بالشكل ده، وننعمها لو في اي قطعه زياده او حاجه طالعه نبتدي ننعمها كده بايدينا او بشويه زيت، وده بيكون شكلها. تعالوا ناخد قطعه كمان ونبتدي نعملها واحده واحده. ندخل ايدينا في الزيت كده بس شويه، ونعمل بصباعنا كده في النص زي ما احنا شايفين كده. بنعمل زي جيب كده او زي حفره كده في النص، ونبتدي نحشيها بالشكل ده، ونضمها من فوق، ونبتدي نسوي ايدينا كده ونشكلها من الحراف بالشكل ده. وخليكي واثقه كويس جدا هي اتقفلت حلو. تمام. انا بقى بقول لكم البصل البودر ليه، عشان في زي قطع بصل كده لو احنا شايفينها كده على عجين، شايفينها دي لما بتتحط في الزيت بتسود شويه او بتسمر شويه، فاحنا مش عايزينها كده. هي في ناس بتستخدمها كده وفي ناس بتستخدمها بالبودر. تمام. انا دي ملاحظتي، هي مش وحشه في الاكل بس عشان شكلها بس مش اكتر. تمام. وده كده الكميه كلها خلصت بالشكل اللي احنا شايفينه ده. معانا زيت سخن جدا في الاول، ونبتدي واحده واحده. اول ما ننزل الكبه معانا نبتدي نهدي النار عشان ما تاخدش سوا حلو قوي من بره وهي من جوه تبقى لسه نيه. اللي متابعاها اول ما تاخد اللون الذهبي الحلو تبتدي تطلعيها على طول. هنطلعها على مصفى عشان تفضل محافظه على القرمشه بتاعتها. تمام. صفيها حلو جدا وعلى طول على المصفى. تمام. ويطلع معانا اطعم واجمل كبه مقليه تحفه. بصي مقرمشه قوي، ناشفه قوي، جميله. تعالوا كده نفتحها من جوه. الحشوه بتاعتها تحفه غير طعمها وريحتها. بيحطوا عليها دبس رمان كده بتبقى حلوه قوي. تعالوا كده نفتحها ونشوفها من جوه عامله ازاي. الحشوه مظبوطه، العجينه تحفه مقرمشه حلوه قوي ما شاء الله. طيب انا عملت كميه واتبقى كميه، هعمل ايه؟ هبتدي ان انا احطها في الفريزر على صينيه زي ما هي كده لحد ما تجمد معانا بالشكل ده، وابتدي على طول اعبيها في اكياس وعلى طول على الفريزر. مش هيحصل لها اي حاجه خالص، وكل ما بحتاجها بطلعها تاني. مفيش اسهل ولا اطعم من كده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وسلام.